بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو اليوم تكملة للكاربينج بالوكس اب للأبر posterior teeth. استخدم اللارج تيب لوضع كمية من الوكس الذائب على بقايا التوث سيرفيس للأبر فيرست بريمولر وكذلك أيضا للأبر فيرست مولر. نفس الطريقة اللي استخدمناها بالكناين لوضع الوكس نستخدمها أيضا بالأبر فيرست بريمولر ولكن فقط بالبوكال أسبكت. نقوم بوضع كمية من الواكس بصورة عمودية من جهة الديستال وكذلك أيضا من جهة الميجل لبيان هيكل تفاصيل السن بصورة صحيحة. ومن جهة اللينجوال اسبكت فنضع 3 نقاط، نقطة في الوسط ونقطتين في الجوانب. تكون نقطة الوسط أعلى من الجوانب ب1 أو 2 ملم. يكون اللينجوال اسبكت مماثل للليبيال من ناحية الشكل ولكن أقصر من يمه ب1 أو 2 ملم. وبعدها بربط الليبيال ويا اللينجوال من خلال ميديال مارجنال ريدج. كذلك أيضا من ناحية الديستال لنكون الديستال مارجنال ريدج. نضع نقطتين في الفيرست مولر المعروف عنه بالطرح الأول، يعني يحتوي من جهة البوكال كاسب على كاسبات 2 اللي هو ميزيال بوكال كاسب ريدج والديستال بوكال كاسب ريدج. بعدها نقوم بسد الفراغات لإكمال هيكل السن وأيضا لبيان البوكال أسبكت بصورة كاملة وصحيحة. بعدها نقوم بوضع كمية من الواكس لإظهار منطقة الديستال والميجيال مارجنال ريدج. الميزو بوكال كاسب بالفيرست مولر مرتفع عن الديستال بوكال كاسب. نفس الطريقة اللي استخدمناها بالبوكال أسبكت هنستخدمها باللينجوال أسبكت، ولكن هناك فرق بسيط وهو وجود الفايف كاسب. بعد ذلك نضع كمية من الواكس في أسفل الميزو لينجوال كاسب لغرض ظهور الفايف كاسب جروب. نستخدم اللاكرون لأغراض الفينيشينج والبوليشينج وأيضا لجعل المسافة بين الأسنان المجاورة والإظهار هيكل تفاصيل السن بصورة صحيحة.
هاي الخطوة حنميز ارتفاع البوستيريور تيث عن الانتيريور تيث، ويكون البوستيريور أقصر من الانتيريور ب1 أو 2 ملم. نستخدم السبون تيب لوضع كمية من الواكس في البلبل فلور لجعله فلات لغرض رسم الأوتلاين. نستخدم الكارفر رقم 3 لوضع تبات 2 ونربط بيناتهم من خلال خط مستقيم في الفيرست بريمولر. واستخدم هاي الطريقة لإظهار الأوتلاين لاستعادة تفاصيل الأوكلوزال أسبكت. أما بالفيرست مولر فنضع 3 تبات، نقطة في الوسط ونقطة أيضا في الجوانب، ونوصل بيناتهم بهاي الطريقة لغرض إظهار الأوتلاين في الأوكلوزال أسبكت. من شكل الأوتلاين بهاي الطريقة. استخدم هذا النوع من التب لإضافة كمية قليلة جدا من الواكس في منطقة الأوكلوزال أسبكت لإظهار تفاصيله بصورة أوضح وأدق. أبدأ أضيف الشمع من منطقة السنترال ديفلوبمنتال جروف إلى نهاية القص، وهاي الطريقة استخدمها من جهتي البوكال واللينجوال. بالفيرست بريمولر عندنا 2 فوسا اللي هي ميجيال triangular fossa distal triangular fossa، فإحنا حنضيف شمع بمنطقة الفوسا لإظهار تفاصيل السن بصورة كاملة وصحيحة. بالفيرست مولر عندنا 3 فوسا central fossa وديستال وميجيال triangular fossa، فإذا إحنا حنراعي وجودهن حنضيف شمع من central fossa إلى نهاية القصب، هذا بالميجيال قصب، وأيضا نستخدمها هاي بالديستال لينجوال قصب. أما الديستال بوكال قصب والميجيال لينجوال قصب حيكونون الأوبليك ريج. استخدم اللاكرون لإظهار جروفات الأوتلاين مال الأوكلوزال بلين لكل سن، وهاي الطريقة استخدمها لإعادة هيكله ويكون مماثل للناتشورال تيث. وهاي النتيجة النهائية، أتمنى استفادتوا، إن شاء الله التوفيق للجميع.